10 11 12. اهلا بيكم في اول حلقات هجرب واقول لك هنعمل فيها ايه. هنجرب كل حاجه لسه نازله جديده نوفي، مش هتكون شفتها غير في التلفزيون بس، او حاجه موجوده من زمان بس انا لسه ما جربتهاش. هقول كل رايي بحياديه، يعني عجبتني هقول عجبتني، ما عجبتنيش عادي ما عجبتنيش. في النص هنقول يعني حلوه، هقول لك انا اجيبها تاني ولا لا، ما اجيبهاش تاني، مش هقدر اكمل الاكله دي او الكيس ده. كل حاجه هقولها بكل حياديه. طيب النهارده معانا ايه؟ متحمس جدا 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 للحلقه دي عشان فيها حاجات تقريبا اول مره ادوقها، مش تقريبا هو كله اول مره ادوقه، فتعالوا نشوف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. احنا عندنا تقريبا زي ما تقدر تقول 5 شركات او 5 براندات معينه، من زي ما نشوف دلوقتي احنا هنجرب انواع كتير من الشيبسي او السناكس. فاول حاجه معانا بيج شيبس. في هو الاول كاتل كوك، يعني في هنجرب اول واحد ده بملح البحر وبالساميك فينجر اللي هو الخل. تمام. الباكجينج بتاعه بصراحه يعني هو بيفكرني قوي 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 برو، هو انا جربته كتير فهو بيفكرني برو وكاتل كوكد، فشويه بيج شيبس بيتجه ناحيه الكاتل كوكد زي ما اول حاجه انا قلتها، يعني في كاتل كوكد كان رو. فده مكتوب عليه ان هو 25% ليس فاتس، يعني الدهون اقل. في انرجي 53 كالوري، في طاقه 53 كالوري، وفي بروتين 7/10 جرام، يعني ما تكملش 1 جرام. تمام. في فاتس 2.85 جرام، يعني في دهون، يعني هو بيقول لك 25% فاتس اقل، يعني مش دايت، مش دايت. طيب عشان يجي واحد يقول لي ايه ده فاتس قليله دايت بقى وياخد دكتور الدايت، لا. طيب وكاتب هنا ان هو في طعمين تاني هنجربهم برضو هما اللي معانا. تمام. ده من شركه ايجيبتس فود. مكوناته في بطاطس طازجه، زيت نباتي، طعم ملح وبحر وخل بالسمك، ممثل للطبيعه، يعني كانك بتاكل خل وملح حقيقيين. نشوف. ريحته الخل طالع فيها قوي، ده الكميه جوه، يعني انا شايف كميه كويسه، مش قليله على يعني هو سعره 10 جنيه، فكميته مش وحشه. ريحته فيها الخل زياده، يعني الخل طالع فيها قوي، الملح مش باين قوي في الريحه، وحاسس يعني مش عارف، حاسس ان في ريحه الزيت، عارف لما يبقى لسه مطلعه من الزيت كده. خلينا نجرب. دي شكل بطاطسايه، بصراحه شكلها حلوه، يعني قريبه كده من برينكلز، مش قوي يعني، بس يعني حلوه وشكلها نظيفه يعني. تعالوا ندوق. طيب الملح فيها باين اكتر شويه من الخل كطعم، بس ممكن عشان اقول واحده، يعني انا قانوني ان ما تدوقش واحده وتقول لا، لازم واحده واثنين وثلاثه. مع تالت واحده لا، الخل قوي، يعني انا لو كملت الكيس ده لا هحس ان الخل قوي فيه جدا. انا بحب كده، بس في ناس ما تحبش مثلا ان طعم الخل يبقى باين قوي كده، فعلى حسب انت بتحب اصلا طعم الخل ولا لا. فانت مش بتحب طعم الخل مش هتشتريه اصلا، بس انت لو بتحبه لا يعني هيعجبك قوي، وانت بتخلص الكيس هتحس طعم الخل فيه قوي جدا، والملح باين اللي هو مدي افتر تيست كده، ملح وايدك فيها اللي هو شيبسي كده، الحاجات الملح كده، فانت لا هتحس بطعم الشيبسي خل وملح. فبصراحه هشتري تاني طبعا. طيب تاني واحد وهو برضو من بيج شيبس وبالسبايسد تشيز، مكتوب عليه نفس الحاجات برضو، وفي 53 كالوري. تعالوا نقارن بس كده بين ده وده، نفس كل حاجه بالجرامات، يعني في فاتس نفس الجرامات 2.85. تعالوا نجرب. طعم الجبنه فيه
قليل شويه، بس في هنت شطه كده تحفه بصراحه، عشان بحب الشطه. بس للناس اللي مش بتحب شطه مش هتحبه. تمام. فهو جبنه وحراقه، فلو انت بتحب الشطه ما تجيبوش، بس هو لو بتحب الشطه هيعجبك قوي. بس طعم الجبنه مش باين فيه. تعال نجرب تاني. طعم الجبنه فيه هادي شويه، مش زي مثلا جبنه متبله او جبنه شطه تاني في اي حاجه تاني او اي منتج تاني. لا، الجبنه بتاعته هاديه والشطه بتاعته اعلى منها شويه. فانت لو بتحب الجبنه لا ما تجيبوش. لو بتحب حاجه مشطشطه وتحب في نفس الوقت طعم الجبنه هيعجبك وهيعجبك قوي. كواليتي البطاطس حلوه جدا جدا، يعني ما فيهاش نفس القرمشه اللي هي كناش بنحبها في الرو. اول ما نزل خالص، اول ما شفت كاتل كوك ده كانت ناشفه جدا، يعني بحب، يعني الناس كانت كشه منه ومش عايزاه. فده بين الكاتل كوك الجامد قوي بتاع رو وبين الشيبسي بتاعنا العادي، فده حقق المعدل اللي هو ايه، عملنا كاتل كوك والشكل البطاطسايه نضيف، الشطه جامده قوي، شكل البطاطسايه نضيف، بس في نفس الوقت مش لازم، مش قطمه قويه قوي. طيب تعالوا نشوف الثالث من البيك شيبس كاتل كوك برضو بساور كريم اند اونيون بالجبنه الحمراء والبصل. ريحه توابل مش قادر احدد ايه هي بصراحه. دي شكل البطاطسايه، طبعا لونها مختلف عن ممكن تكون شبه الاولانيه شويه، عليها سبايسز خضراء، معرفش بنت معاكم ولا لا. التتبيله بتاعته عاليه جدا، يعني تقريبا انا حاسس ما اقدرش اكمل الكيس ده. التتبيله بتاعته يعني التوابل بتاعته عاليه قوي. هو نفس طعم اللي هو الجبنه متبله شويه، بس انا شايف بالنسبه لي انضف بكتير، يعني البطاطسايه انضف والطعم احلى، حلو، طعم حلو جدا، احلى من التاني بكتير. بس هو قوي قوي، اللي ما بيحبش التوابل الكتير مش هيعجبه. تمام. اخر حاجه تعالوا نشوف الثلاث بطاطسايتات تعالوا نشوف الثلاث بطاطسايتات. تعالوا نشوفوا الثلاثه جنب بعض عاملين ازاي. طيب اظن الفرق واضح. تعالوا كده، ده خل وملح، واللي في النص ده اللي بالجبنه الحاره، وده اللي بالساور كريم اونيون. فده فاتح قوي، ده احمر شويه، وده اغمق من الفاتح شويه سنه عشان التوابل عليه. طيب دلوقتي هقول لكم من الاحسن للاوحش، او مش الاوحش، يعني اكتر حاجه عجبتني، بعد كده اقل، بعد كده اقل في الثلاثه دول. طيب انا اكتر حاجه عجبتني في ده الخل والملح البحر، بعديه ساور كريم اونيون عشان بحبه، بعديه الجبنه السبايسي. الفرن الثاني هو تايجر نزل 3 فليفرز جداد او 3 اطعمه جديده، اللي هو سموك تشيز، ميكس تشيز، جبنه اسطنبول، يعني تشيز بعد كده جبنه اسطنبول، كله جبنه. بس خلينا نشوف هنلاقي فعلا في فرق في الجبنه ولا هو كله جبنه. طيب هنفتح اول واحد السموكي تشيز، ده شكله كده تايجر، اعتقد هيبقى نفس البطاطس ونفس كل حاجه. خلونا نشوف. ريحته جبنه قوي، شكل بطاطسايه زي ما قلت لكم، هو البطاطسايه العاديه بتاعه تايجر. خلينا ندوق. من اول بطاطسايه بانت بصراحه، الجبنه فيه طعمها قوي جدا جدا، نفس البطاطسايه بتاعت تايجر، فانت لو بتاكل تايجر هتبقى عارفها. بس الجبنه فيه طعمها باينه جدا. اول ما دقت اول بطاطسايه جبنه، عارفين الجبنه الفلامنك اللي هي بتبقى لونها من بره احمر، تقطعها تلاقيها جوه عادي صفرا عاديه، هي نفس الشكل اللي على الكيس، يعني نفس الشكل اللي على الكيس كده، نفس الجبنه دي، هي طعمها بالظبط تيبيكال. لو انت بتحب الجبنه دي هات الكيس ده. الكيس ده سعره 5 جنيه. نشرب ميه دلوقتي مع الميكس تشيز. ده شكله لونه ازرق كده جميل. يا ترى طعمه هيبقى عامل ازاي من الحيوانات تاني؟
ريحته جبنه تقريبا نفس الريحه تقريبا يعني، بس نشوف الطعم بقى يختلف ولا. ده شكل البطاطسايه تقريبا نفس الشكل، يعني مفيش فرق بين التلاته اعتقد، يعني لما يفتح التلاته هيبقى هو. طيب هو طعم الجبنه فيه باين، وحاسس فيه طعم كده للبلو تشيز اللي هي الجبنه اللي هي باين شكلها، انت باين ان هي تقول دي معفنه. طعم الجبنه فيه باين جدا، باين هو طعم جبنه تمام، وانا حاسس ان في طعم كده بلو تشيز، او هي الجبنه اللي بيبان فيها عفن دي، هي فعلا فيها عفن صح ولا ايه؟ جبنه بالظبط هي البلو تشيز، حتى يعني شويه مايله معاها شويه جبن اللي هي الباودر الجبنه ده، او السبرينكلز اللي بيتحط ده، عارفين سبرينكلز؟ هحط لكم صوره ثانيه. سبرينكلز الجبنه شويه برده معاه، فهو كده ميكس جبن فعلا. بس يعني انا ما حبيتوش بصراحه، يعني انا لو هشتري اللي قبليه الفلامنك ده، او ممكن نشوف بقى الاسطنبولي هيبقى عامل ازاي. دلوقتي مع ثالث فليفر من تايجر، ثالث طعم ده بالجبنه الاسطنبولي. طبعا كلنا عارفين الجبنه الاسطنبولي كده بقى مع شويه طماطم بقى كده. تعالوا نشوف ريحته يا جماعه، جبنه اسطنبولي بجد، يعني حاسس ان في قالب جوه هنا هيطلع مش عارف، بس الصراحه في بطاطس فيه يعني شايفين، فاهم دي مش هاكلها طبعا، وفي واحده تاني برضو يعني انا ما بحبهاش، ما اعرفش في ناس بتحب المقرمش ده، وفي واحده كده فيها اخضر، يعني الاولانيه ما كانش فيهم كده. طعم ندوق اللي كويس مش مشكله. ريحته يا جماعه الجبنه الاسطنبولي ايه طالعه، بصوا زي ما قلت لكم بالظبط، هتلاقي نفس الشكل مش هتلاقي مختلف. طعم الجبنه باين فيه جدا الاسطنبولي، مش زي اللي فات، يعني هو بصراحه في تايجر كل واحد ليه فليفر مختلف، يعني طعم الجبنه في كل واحد مختلف. ده باين فيه طعم الجبنه كويس قوي. بس عارفين كيس الشيبسي اللي هو طلع بتاع شيبسي اللي هو الاخضر الحراق، في منه سنه كده، فهو يعني جايب جبنه طعم جبنه اسطنبولي مع طعم الفلفل الحراق عشان يبقى جبنه اسطنبولي بالفلفل، بس ما اعرفش هو جبنه اسطنبولي بس، فلا هو فيها طعم الفلفل اللي هو بتاع شيبسي التاني، اللي هو شيبسي اللي كان بطعم الفلفل الاخضر الحراق، هحط لكم صورته. فحلو حلو. طيب تعالوا اقول لكم بالترتيب ايه عجبني اكتر في الثلاثه. طيب نيجي هقول لكم ايه اكتر واحد فيهم عجبني واقل واحد فيهم عجبني. اول واحد ده عجبني السموكي تشيز، صراحه كان طعم الجبنه فيه الفلامنك دي تحفه، المفروض يسموها طعم الجبنه الفلامنك. تاني واحد الجبنه الاسطنبولي عجبني، يعني هو في فلفل المفروض يكتب جبنه اسطنبولي بالفلفل، بس يعني انا ما ضايقتنيش. والسموكي تشيز الميكس تشيز اخر واحد، يعني انا ما حسيتوش، يعني مش عارف، يعني لو كان عمله بالبلو تشيز وزود جبنه بلو تشيز فيه انا كنت بصراحه كان ممكن اعشقه، بس دلوقتي مش عاجبني قوي، يعني هو اجيبه ممكن اكله، ما لقيتش غيره اجيبه واكله، بس لا يعني فلامنك احسن واحد. طيب سعره 5 جنيه.